السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا النهاردة هو عن عودة ديانج من النمسا بعد إجراء جراحة ناجحة. عاد أليو ديانج لاعب فريق الأهلي إلى القاهرة مساء السبت بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة. ديانج بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له بعد إجراء الجراحة، ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه البنك الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الأسبوع الخمستاشر ضمن منافسات الدوري المصري، والمحدد لها 21:30 مساء غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة. ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع منتخب مالي في أفريقيا. الخبر الثاني معنا النهاردة موقف زيزو من معسكر المنتخب. الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ما زال ينتظر زوال الورم من قدم اللاعب لخضوعه لفحص طبي لتحديد فترة غيابه ومدة علاجه. الخبر اللي بعد كده معانا سبب غياب السعيد والنني عن المنتخب. المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي أعلن عن أسباب اختياراته الفنية لقائمة معسكر مارس وعدم انضمام النني وبعض لاعبي الزمالك. وعن استبعاد عبد الله السعيد قال: عبد الله السعيد كان ضمن اختياراتي وتابعته بالفعل، وإن شاء الله الفترة المقبلة سيكون أفضل، خاصة أنه لا يزال منضم حديثا للزمالك ويحتاج لفترة للتجانس. لا أنظر للسن، كان يمكنني أن أضمه للمنتخب لكنني فضلت تأجيل الأمر حتى يصل لمستوى أفضل في الفترة المقبلة. وقال كمان: لا أنظر لاسم النادي، هناك لاعبين أعجبت بهم في أكثر من فريق مثل إنبي، وهؤلاء سيكون لهم دور بالفترة المقبلة. ومصطفى شلبي كان من ضمن اللاعبين اللي كنت ناوي أضمهم، لكنه عائد من إصابة ولم يصل للمستوى الذي أريده. طيب، وبالنسبة للكابتن أحمد نبيل كوكا اللي لسه راجع من إصابة وخدته للمنتخب يا كابتن، إيه أخباره؟ أما عن غياب النني قال: تواصلنا مع محمد النني لأنه ليس لاعب صغيرا، ولكن نظرا لعدم مشاركته بصفة مستمرة مع أرسنال تعذر ضمه. نحتاج لدخوله في المباريات بشكل أكبر، وسيكون معنا في مرحلة من المراحل المقبلة، وتحدثنا معه وهو غاية في الأخلاق والاحترام، وأشكره جدا على تفهمه. أما عن تعليق ميدو على قائمة منتخب مصر، علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على قائمة منتخب مصر على صفحته الشخصية قائلا: أعرف حسام حسن جيدا، وأعرف أنه لا يمكن أن يقيم لاعب على حساب النادي الذي يلعب له، وهمه الأول والأخير هو النجاح. ولكن في رأيي الشخصي أن عمر جابر قدم في الفترة الأخيرة ما يشفع له للانضمام للمنتخب، وعلى لاعبي الزمالك أن يدركوا أن هذا هو حال كرة القدم. الفوز بالبطولات يجبر أي مدرب للمنتخب على ضمك، وليس اللعب لنادي كبير فقط. لو فاز الزمالك ببطولة الكأس كان سيفكر حسام حسن 100 مرة قبل ضمه للاعب واحد فقط من الزمالك، حتى لو كانت هي دي قناعاته الفنية. هي دي الكورة، فوز ببطولات، تفرض نفسك، لا جمهور ينفعك ولا السوشيال ميديا هتنفعك. أما عن بديل زيزو في مباراة الزمالك والجونة، استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك على بديل زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي سيغيب عن مواجهة الجونة للإصابة. وأجرى المدير الفني عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الأساسي الذي سيخوض مواجهة الجونة غدا الثلاثاء، ويتجه للاعتماد على شيكابالا في الخط الهجومي أمام الجونة لتعويض غياب زيزو للإصابة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.